ليه دايما بنقول لك ما تستخدمش الاساليب الصداميه اللي هي منتشره عموما، اللي هي بتبدا من اول انك انت تنغز الكلب في جنبه، تديله الكيك اللي هي المشهوره، رجل او اللي هي الكعب، انك انت تنيمه على جنبه وتسيطر عليه، انك تاخد مثلا حاجه من بقه بالعافيه، تمسك بالعافيه وتطلع بالعافيه، انك انت في مشهور جدا في امريكا حركه انه يبص في وش الكلب ويفضل باصص له ومعاند معاه، وفي ناس بتزوم، في ناس بتستخدم الاساليب دي يعني. تمام، هو الاسلوب ده مش منتشر في مصر قوي، بس الاسلوب ده منتشر بره. تمام. ليه بقى احنا بنقول لك كده؟ وليه اي حد مؤمن ان تعديل سلوك الكلاب وتعليم الكلاب هو علم بيقول لك كده؟ بكل بساطه لان في دراسات كتير جدا 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 اتعملت على ان الاساليب اللي فاتت اللي انا قلت عليها، الاساليب دي واللي هي منتشره، واللي هي اساليب بتسمى اساليب صداميه او confrontational methods، الاساليب دي عندها مشاكل كبيره جدا هكلمك عليها، على عكس الاساليب التانيه اللي هي النون كونفرونتيشنال ميثودز او الاساليب الغير صداميه، اللي هي زي انك انت بتستخدم بقى تعزيز ايجابي وتدخل الكلب في سيناريوهات وتخلي الكلب اشطر وتعلمه البيهيفير او السلوك واحده واحده وكده. الموضوع بكل بساطه وبعيدا عن المشاعر وبعيدا عن ان في ناس بتحاول تهيئ لكم، اصل اللي بيستخدم الطرق دي اللي هي الايجابيه اكتر هو بيدلع الكلب او بيبوظ الكلب او كده، لا خالص. الموضوع بكل بساطه علم. يعني ايه علم؟ يعني بكل بساطه لما بيجوا يقول لك انا بستخدم الاساليب الفلانيه، العلم بيجي يدرس الاساليب دي وبيطلع لك نتائج وارقام، انت بناء على النتائج والارقام بتعرف الاساليب دي ليها جدوى ولا ملهاش جدوى. فبكل بساطه في دراسات كتيره جدا اتعملت على الاساليب الصداميه، الدراسات دي كلها اجمعت ان الكلاب بعد كده بيبقى عندها مشاكل. الاهم بقى من كده ان كان في دراسه، وهي من الدراسات اللي فتحت الباب على الموضوع ده اصلا. الدراسه دي بكل بساطه اكتشفوا ان الكلاب اللي تم استخدام الاساليب الصداميه عليها كانت الاوت كام او النتيجه كانت مرعبه وما كانتش كويسه خالص. بل وكمان نسبه الكلاب اللي حصل معاها كده عاليه جدا، ربع الكلاب، يعني 25% من الكلاب. الرقم ده علميا مرعب جدا، لان ده معناه ان الموضوع شائع. وزي ما قلنا، كون ان 25% من الكلاب اللي تم عليهم الاساليب دي بيقلب بعد كده معاه بعنف، وممكن على اللونج ران يعض صاحبه او يبقى عنده مشاكل عنف والكلام ده كله، فده بيقول لنا علميا ان الاساليب دي مش مظبوطه، وان لما بتبقى عايز تعدل سلوك كلبك استخدام اساليب صحيحه ما فيهاش مواجهه وفيها فكر وفيها تظبيط وفيها تعديل سلوك مظبوط هي اصح 100%. وان الموضوع بعيدا عن المشاعر، العلم بيعزز نقطه ان الاساليب دي غلط. بس كده، السلام عليكم.